امي بتخون ابويا وانا الوحيده اللي عارفه اتصرف ازاي. مالكيش دعوه. اخرجي بره القصه تماما. اولا دي مشكله ما بين ابوكي وامك، دي مش مشكلتك انت مع امك. وانت ما تنفعش تاخدي دور الاب ان انت تحاسبيها وكل الكلام ده. هي في الاول في الاخر انت بعلاقتك بيها، هي ما خانتش بنوتها ليكي. انت علاقتك بيها هي امك، انت بنتها. فشكل العلاقه اللي ما بينكم مختلف عن اي علاقه تانية، وبالتالي انت بتتعاملي معاها بناء على علاقتك بيها وتصرفاتها معاكي، مش تصرفاتها مع ابوكي. انا عارف ان الموضوع بالنسبه لك صدمه، وعارف ان الموضوع بالنسبه لك يعني حاجه كده كسر لهيبه الام، ويعني كسر الثقه اللي ممكن تكون موجوده في الواقع كله بالنسبه لك. ف فانا متفهم كل الصدمه بالنسبه لك، بس مش معنى ان انت مصدومه ان انت ما تتعلميش تستوعبي الواقع والحياه علشان تعرفي تعيشي بشكل احسن في الدنيا. وما تحاوليش تعممي اللي انت شفتيه او اللي انت تعرفيه عن امك ان هو موجود في كل الدنيا. لا، مش شرط. انا عارف ان بالنسبه لك هي امك، هي بالنسبه لك رمز لكل الستات اللي موجوده في الدنيا، بس ده مش حقيقي. ورمز لكل العلاقات هي علاقه ابوك بامك، برضه ده مش حقيقي. هو هم دول اللي موجودين بس في حياتك، انت ما اخترتيش ابوكي ولا امك. فاللي عايز اقوله لك انه اي انسان قيم في ذاته بغض النظر عن تصرفاته. تصرفاتنا احنا بنغلط وبندفع ثمن اخطائنا، بس ده ما يقللش من احترامك ليها لانسانيتها وعلاقتك بيها. فلو قدرتي توصلي للفكر ده المستوى ده انت الكسبانه، لان في الاخر انت هتفضلي علاقتك بامك كويسه لان هي ما حصلش مشكله ما بينك وما بينها. وفي نفس الوقت ما حكمتيش عليها ولا أدنتيها، ضبطتي نفسك فابتديتي تتعلمي النضج، ان انت حتى تحترمي الشخص الانسان رغم اخطائه، لان مفيش حد كبير على الغلط مع اختلاف نوع الغلط. في غلط مفضوح وفي غلط مستور. ففي الاخر بلاش تبقى انت الشخص اللي يعري امه بايده. بس انت ازاي تقول كده وهي اللي غلطانه؟ صحيح، بس ده مش معناه ان احنا نعريها. اللي تقدري تستوري بيه استوري بيه، وفي الاحسن خرجي نفسك بره القصه تماما.